يلا بينا نشوف طريقة محشي تحفة تحفة، بهارات جديدة عليا، أول مرة أعملها بصراحة، سمعتها من حد بس بصراحة نقلت المحشي معايا في حتة تانية خالص. يلا بينا نشوف عملنا إيه. نسمي بالله ونصلي على رسول الكريم، ونجيب بصلتين نفرمهم في الكبة فرمة كده كويسة، ومعايا شوية زيت، وحطيت الخضرة بتاعتي وضربتها برضو ضربتين كده، علشان أنا هاخد قلب الكوسة دلوقتي وهكمل ضرب مع الخضار. انا معايا الطماطم اللي انا ببقى مفرزاها عندي في الفريزر، طلعتها جاهزه على طول، بتبقى مسهله عليا الامور قوي قوي. ومعايا هنا الكوسه، احب اعمل الشروط دي فيها، بحب يعني اخلي شكلها مشرشر كده تبقى حلو. لو كبيره اقسميها اتنين مفيش مشكله. المحشي بتاعي هنا يا جماعه، انا بعمل ايه؟ المحشي ده غلبه وبياخد وقت طويل. انا بعمل المحشي في حلل تكون صغيره قدر الامكان، علشان انا بعمل المحشي واسويه على يومين. طبعا لما تاكلي المحشي اول يوم غير لما تاكليه تاني يوم هو لسه مستوي. بصي بقى، انا بسوي حله من كرنب، حله مثلا من ورق العنب، والكوسه دي بسويها تاني يوم على طول. يعني انا كنت بعمل هنا المحشي ده بالليل وقمت الصبح سويته. ببقى شايله حله صغيره كده من ورق العنب، وحله تانية من الكرنب نيه، وممكن تقعد في التلاجة من تحت، مش في الفريزر، في التلاجة لمده 4 ايام ما يجرى لهاش اي حاجه. يعني بناكل كرنب ومحشي وبعدين نبدل ونعمل اكل تاني، وبعدين نرجع تاني للمحشي. بصي هنا انا حطيت 3 معالق كبار من بهارات الكبسه، السر هنا في المحشي ده هو بهارات الكبسه بصراحه. يعني غيرت طعمه وخلته تحفه. جربي هيعجبك قوي قوي. وحطيت طبعا فلفل اسمر وملح و... ورق راولي مطحون وحبهان مطحون. انت حطي البهارات اللي تعجبك، بس اهم حاجه جربي حكايه بهارات الكبسه دي تعجبك قوي. انا ببقى شايله هنا، كنت مفرزه الكرومبا دي من كام يوم معاكم. انا بشيل العيدان وبرصها كده في قعر الحله، عشان اضمن انها ما تتلسعش مني ابدا. بصي الكرنب انا ببقى مقطعاه حتت صغيره كده. الكرنب يا بنات للبنات الصغيرين يعني، بيتلف ما بيتقفلش من الجنبين، وعمر الرز ما هيطلع منه، عشان بس ايه، في ناس مفكره ان الرز هيطلع منه. العيدان بتاعه ورق العنب انا ببقى شايلاها زي بالظبط ما ببقى شايله ورق العنب، ببقى مفرزاه في كيس معايا زي بالظبط لما ببقى شايله ورق العنب. بصي ورق العنب هو اللي بيتقفل من الجناب يا بنات، بنات اللي لسه متجوزين جديد وفاتحين بيوت جداد يعني. بصي طريقه سهله قوي قوي، ما تصعبيش عليكي حاجه. ممكن تجربي في اقل كميه. ربنا يحسن ما بين ايديكم، وجربوا الرز او المحشي بالبهارات الكبسه، هتعجبكم قوي قوي. كل سنه وانتم طيبين، اشوفكم على خير، باي باي.